لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 989 لواني كاين تفسير قرآني فيروز بيم وخزمتان ومن بس رضامندي رب العالمين وهي وادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بەڵێ خۆشەویستان وەکو وانەی ڕابردوو کەمێک لە خزمەت دەواتە پیرۆزەدا بووین کەوا دوو سەبەب نزولمان باس کرد یاخود دوو ریوایەت لە بۆ سەبەب نزولەکەی ڕوایەتێکیان کە باز لەوە دەکا کاتێک کە موشریکەکان پێیان وا بوو کاتێکەوە ئەوان مەسجد الحەرام بینا دەکەن یاخود تەعمیری دەکەن بینایەکەی چاک دەکەن و هەروەها ئاو دەدەنە حاجیەکان کاری ئەوان باشترە لە ئیمانهێنان بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و هەروەها لە جیهادکردن لە پێناوی و هەروەها لە سەبەب نزولێکی دیکە یاخود لە ڕوایەتێک کە دەربارەی سەبەب نزولەکە باز لەوە دەکرێتەوە مسلمانان لە نێوان خۆیان کاتێکەوە چەند کەسێک خلافیان هەبوو لەوەی کە مانەوە لە مەسجد الحەرام و عیبادەتکردن تێدا و هەروەها سیقایە و خزمەتکردنی حاجیەکان باشترە لە جیهادکردن لە پێناوی خوا. ئیتر ئەو ئاتە عینی دیارە وەکو لە کۆتاییەکەیدا باسمە کەوا قاسمی دەڵێ زیاتر ئەو سەبەب نزولەی یەکەم کەوا ئیبن عەباس باسی دەکا کەوا خلاف لە بینی مشریکین و لە بین مسلمانان بەو سەبەبەی ئەو ئاتەدا بەزی ئەوەی تریشیان کەوا دوو مسلمان لە نێوان یەکتری خلافیان هەیە ئەوە فعلا ئەو ئاتەدا بەزێکەوە جوابی ئەوانیش دەداتەوە والله ئەعلەم. ئەجەعەلتم وەکو لە تەفسیری قاسمی دەڵێ بە سیغەی ئیستفهام هاتیە پرسیار لە بۆ ئینکارە ئیستفهامێکی ئینکاریە ناکرێ ئەو شتەوانیە وهو إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة كواتا خواهي قول لو آتدا بصيغي استفهامي استنكاري آية أو هاية وانية كوا كسانيشي مشرك كوا كارو كردوا چاکانیشان هەمووی بەتاڵە لەبەرەوەی لەسەر ئیمان بینای ناکەن و هەروەها لەگەڵ کەسانێکی ئیماندار کو با بڵێن کاروکردەوەی ئەوان وەکو کاروکردەوەی ئیماندارانێکە کەوا کاروکردەوەکانیان لە پێناوی خوایە و خوای گەورە قبولی دەکا ناکرێ وەکو یەک بن. وجعل تسويتهم ظلما بعد ظلمهم بالكفر و هەروەها خوای گەورە سبحانه وتعالى لێرەدا لەو ئاتەدا وا دەفەرمی کەوا ئیستنکاری ئەو حاڵەتەی دەکا کەوا مشتەکان پێیان وایە ئیشی ئەوان باشترە لە ئیمانداران دەفەرمی شتی وانە بەڵکو کاتێکەوە شتیوان شتی خۆیان بچوێنن بە شتی ئیماندار مڵێ وەکو یەکیشە ئەوە زوڵمە ئیتر ئەوە زوڵمێکە لە دوای ئەوەی کەوا زوڵمیان کردیە بە کوفر. ئەجەعەلتم سقایەة الحاج سقاية الحاج وكل تفسير سعد ضلي أي سقيهم الماء من زمزم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد. سقاية الحاج أو بكوا لتفسير سعد ضلي زيادة ما بس أو كوا حاجي كان أو بدن بسي بآوي زمزم. وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله آية دلين سقاية الحاج واتا
ئاودانی حاجیەکان و بیناکردنی مەسجد الحەرام وەکو ئەو کەسانەیە، وەکو کار و کردەوەی ئەو کەسانەیە کەوا ئیمانیان بەخوا و ئیمانیان بە ڕۆژی دوایی و ڕۆژ دوایی هەیە و هەروەها جیهاد دەکەن لە پێناوی ئەڵڵا. فالجهاد والإيمان وكل تفسير سعدي ضله فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة. جهاد كردن لبناوي الله وإيمان هنان بالله تعالى زور ساكترة لو كوا حاجة كان أو بدي ويأخذ مسجد الحرام قرنجي بعمارتكي وبناكي بدي بدرجات شي زور باشترة، لأن الإيمان أصل الدين وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال. براستي كاري إيمان داران لسر أصل كيدا مزرا كإيمان بالله كبهوية كارو كردو لا إخوائي قورا قبوله بهوية خصال وخصلته صفات كان باكو تاك دبن كسي كافر هرچند كردو يتاچج بكا أو لدنيا وكل حديث صحيح مسلم داهاتيا پیامبر صلی الله علیه و سلم لە دنیای پاداشیان دەدرێتەوە، بەڵام لە قیامەتێ پاداشتیانە لەبەرەوەی لەسەر ئەساسی ئیمان بالله و لە بۆ خوا نەیان کردیە تاوەکو پاداشیان بدرێتەوە. وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. جا دەڵێ ئیمان وەکو سعید دەڵێ ئیمان ئەسلی دینە کە بەهۆیەوە کار کردەوەکان قبول دەکرێت و جیهادیش لە پێناوی الله تعالى ذروة سنام الدين وەکو لە حەدیث پێغەمبەر داهاتی صلی الله عليه وسلم پۆپەی هەرە بەرزی ئەو دینەیە الذي به يحفظ الدين الإسلامي ويتسع بەهۆی جیهادە کەوا ئەو دینە پارێزراو دەبی و هەروەها مەساحەی ئەوانەی کەوا ئیمانی پێدەینن فراوانتر دەبی وينصر الحق ويخذل الباطل. هەر بەهۆی جیهادە حەق بەسەر دەکەوی، هەر بەهۆی جیهادە کەوا باطل ڕیسوا دەبی. وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج بلام قرنجيدان بعمارته ببنايو بتعمير كردني مسجد الحرام وهروها أوداني حاجية كان فهي وإن كانت أعمالا صالحة بل أويشان أقرتي كردوي ساكن لخدي خوان فهي متوقفة على الإيمان بلام ليان قبوليانا لستي وستا أسروي أو كسي كوادك إيماني هي أنها وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد وهروها أو مصلحتان تدا بدينا كري كوال إيمان ولجهاد بدي دكري بلا أوش كارش ساكا بلام أو مصلحة قولاني كالإيمان ولجهاد بدي دكري لعمارة المسجد الحرام ولا سقي الحجاج أو بديناه. وكل تفسير محرر ضلي أي أجعلتم أيها الناس أي خلشينا أنقو واتان دانا أصحاب سقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام المشركين خلشينا أنقو واتان دانا أواني كوا أوددنا حاجة كانوا بناء مسجد الحرام قرنجي بيدا لمشرك كان كالمؤمنين بالله واليوم الآخر والمجاهدين في سبيل الله أوانا وكو أو إيمان دارانا كوا إيمانيا بالله تعالى وإيمانيا بروج دوايه جهاد لبناء الله تعالى ذكا وكو أبي حيان هل تفسير واتدا لم يذكر الإيمان بالرسول كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. إيمان بالرسول ليردا باس نكر لأن الإيمان باليوم الآخر إنما هو متلقف من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. ليردا باس الإيمان بروج دواي كرديا باس الإيمان ببيغمبرنا كرديا صلى الله عليه وسلم. أصلا إيمان بروج دواي لو هوالا نوا سرتساوى دقري كالان بيغمبر ودي صلى الله عليه وسلم فيتضمن الإيمان بالرسول كواتا كاسي كوا إيماني بروج دواي هبيتن لو هوالاني كوا لان بيغمبر وهاتي صلى الله عليه وسلم إيماني فينا كواتا بالتأكيد إيماني ببيغمبر صلى الله عليه وسلم. أو لم يذكر لما علم وشهر من أن الإيمان بالله تعالى قرينته الإيمان بالرسول ويأخذ لذلك باز لإيمان ببيغمبرنا كريا صلى الله عليه وسلم لبر أوي كوازاندرا ومشهور لنا خلشي إيمان بخواي قولة سبحانه وتعالى بتاكو التانية قرينة وبسترايتوا
بإمام بيغمبركي صلى الله عليه وسلم لاشتمال كلمة الشهادة والأذان والإقامة وغيرها عليهما لبروي أو كسيكوا إيمان بخواي قورديني كلمة تشهد وهروها بانقدان وهروها قامة كردن هر همو أوشتانا إيمان بالله وإيمان ببيغمبري تدا صلى الله عليه وسلم مقترنين مزدوجين كأنهما شيء واحد لا ينفك أحدهما عن صاحبه كواتا قضية إيمان بالله لقل إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لشهادتين لأذان لإقامة لقل يكبسترايت وكو يكشد بن ليكتري زيانا ابنوا فانطوى تحت ذكر الإيمان بالله تعالى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لويا ما دام إيمان بالله باس كرديا لضمن إيمان بالله إيمان ببيغمبر كشي هي صلى الله عليه وسلم وقيل دل عليه بذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إذ لا يتلقى ذلك إلا منه هندش دلين نبرو إلى دباس لنويج ولا زكاة كرديا دي كسيق نويج زكاة بدا نويج بكا وزكاة بدا بالتأكيد لشي فير بوا لشي أو علمي ورقتيا هلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتك باسي لإيمان ببيغمبرنا كده صلى الله عليه وسلم بالتأكيد لازمني إيمان بالله لازمني إيمان باليوم الآخر لازمني نويش كردون لازمني زكاة داني همو إيماني أو إيماني ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بل إذا فرمي أوانا لا يستوون عند الله وكو يكنين لا الله تعالى وكل تفسير قاسمي دلي أي لا يجعل الله سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام من الكفار كوا تأواني كوا حاجي كان أوددن حاجيانو وهروها مسجد الحرام بنا دكنو تعمير دكنو لكافر كان في منزلة المؤمنين بالله واليوم الآخر والمجاهدين في سبيل الله كوا تأوانا نانا منزلتي أو كساني هرتسند أو كارسا كان زكم بلا ما دام كافرن نانا ريزي إيمان داران كإيمان بخوا سبحانه وتعالى إيمان بروج دوايو وهروها جهاد دكن لبيناوي الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين يتر الله تعالى سبحانه وتعالى هدايتي كسانق نادا كوا ظالما وكل تفسير سعدي دليه أي الذين وصفهم الظلم أواني كوا بالظلم وصف ذكرين ظلميان هيا وصفيوان أو كوا ظالما خواهي يقول هدايتي النادى الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخير بل لا يليق بهم إلا الشر أواني كوا ظالما لبوان لائقني بهش خيرك بدرية بنايان بلكو لائق بوان تنها الشر يا بدرية بنا لتفسير محرر أي والله لا يوفق للتوبة كواتا الله تعالى أو كسانات موفقناك لبوي توبة بكن ولبوي كذوي ساق بكن ولفعل أعمال صالح الكفار والمشركين كواتا خواي قول أوانت موفقناك لبوي توبة بكن وكذوي ساق بكن لكافر لمشرك كان ومنهم أهل سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام لوانش كوا خواي قول لي دا وصف ظلميان داتا بال أواني كوا سقاية حاج دكن أو ددن حاج كانوا واروها بناء مسجد الحرام تعمير دكن لبروا وانا كسانكن من المشركين واني مشركا الذين ظلموا بمساواة أعمالهم هذه بالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله فوضعوا الأشياء في غير مواضعها أو مشركاني كوا قولترين ظلم تيان داوي كوا بابن الشريك ددن بال الله تعالى سبحانه وتعالى وهروها لظلم أوان أويا كاتك كدلين عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج وكو أوي إيمان بخوا إيمان بروج دوايو جهاد لبيناوي الله تعالى بكي يتروانا ظالما خواهي قول سبحانه وتعالى كساني شي ظالم رينموني ناكا كواتا أو ظلميان تيان دا أو ظلمي كتيان دا كبريت للشركو وهروها لظلم لهمو بريار كانيان مانع على كوا خواهي قول هداية من البروي سنة خواهي قول كسيك هداية دا كوا حقي قبول ببدواء حق دا بقري يتر خواهي قول سبحانه وتعالى هداية دا بلام كسيك كوا بجد لحق بكا ظالم بي حقي نبي رقي لحق بي توا بالتأكيد خواهي قول سبحانه وتعالى هدايتنا دا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.